هنبتدي دلوقتي نوضح معاكم ان انا اختار تلاجة تكون بشاشة ولا من غير شاشة، وايه اللون اللي اختاره. اولا انا بحدد الاول على حسب اختيار المقاس بتاعي المكان اللي هحط فيه التلاجة، اذا كان مقاس كبير او صغير. تاني حاجة ببص للامكانيات بتاعتي، برضو انا اقدر اجيب تلاجة كبيرة ولا اقدر اجيب تلاجة صغيرة على حسب زي ما انا عايز. عندي التلاجات المقاسات اللي هي الصغيرة اللي هي بتوازي 370 لتر زي كده، ماشي. اهي دي الاشكال 370 370، ودي اقل استهلاك في الطاقة بتاعها، كلاس A 13 قدم. تمام. في منها بتبقى الايد بتبقى شكلها كده، اللي هي الايد بتبقى بين البابين، وفي الايد اللي بتبقى كده. تمام. ده اللون السيلفر، ده اللون الاسود. تمام. هي من جوه طبعا في اختلاف. هنيجي نفتح كده، شوف ادي عندي من جوه التلاجة كده اهي، فيها 2 ترموستات، رف ازاز حراري داخلي، درجين خضار منفصلين. تمام. هنا بقى الفرق بين دي وبين دي، هنا دي بتبقى رف باغ، رف باغ اللي هو البلاستيك، بس بلاستيك مقوى مش بلاستيك ضعيف. هنا التلاجة اللي بتبقى فيها البلاستيك اللي هو المقوى ده، الباب بتاعها بتبقى الأفق بتاعته بتبقى أقوى من اللي جوه، غير اللي موجودة هنا. هنا بتبقى شفافة اهي، كله باغ شفاف، لكن هنا بتبقى اللي هو القرف اللي هي الباغ الأقوى بلاستيك، عكس الرفوف. الاتنين عكس بعض تماما، والاتنين نفس الأدراج. في الفريزر نفس الفريزر اللي موجود هنا، مفيش أي اختلاف، نفسه هو موجود هنا، مفيش أي اختلاف. في الباب في رف، وهنا في الباب في رف، نفس الكلام اهو. اهو دي الأولانية اللي هي الرف الباغ. تمام. هنا نفس الكلام، هنا الرف باغ برضه، هنا الرف الإزاز الحراري اهو. اهو. تمام. هنا بقى الشاشة ديجيتال اهي. الشاشة ديجيتال دي على فكرة دي بتظبط درجة حرارة الفريزر فقط، ما لهاش علاقة بالتلاجة بالكابينة تحت خالص. يعني لو بصيت تحت هلاقي فيه ترموستات واحد مش اتنين. ادي اهو اهي، دي فلتر هواء، ده مش موجود في التلاجة اللي هي التانية. وهنا في اللي هو الترموستات ده عشان خاطر اظبط منه الكنترول بتاع التلاجة فقط تحت، لانه فوق الفريزر اظبطه من الشاشة اللي هي الخارجية. يعني الشاشة الخارجية اللي بره في التلاجة دي بظبط منها درجة التبريد بتاعة الفريزر بس، ملهاش علاقة بالكابينة تحت. وطبعا دي بيبقى فيها زراير. يعني لو جينا هنا قربنا، هنا في الشيلد لوك هنا موجود. هنا الشيلد لوك ده بيقفل الشاشة نفسها، مش بيقفل التلاجة يا جدعان، عشان في ناس فاهمة ان الشيلد لوك ده بيقفل التلاجة كلها. لا، ده ملوش علاقة بقفل التلاجة، ليه علاقة بقفل اللوحة، عشان بعد ما اظبطها ما يجيش حد يلعب في الزراير اللي انا ظبطتها. وطبعا دي بتبقى نو فروست زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام. هنا الشاشة دي بتنور، بس طبعا هي مش باينه فيها واضحه، يمكن يا دوبك الكتاب بتاعتها مش واضحه قوي. فيها نظام الايكو، نظام السوبر اهو. الايكو طبعا ده لو انا مسافر بشغلها على نظام الايكو عشان ما تستهلكش كهرباء كتير وتفصل على فترات طويله. التبريد السريع طبعا اللي هو السوبر. وفي هنا الالارم اهو، الالارم. تمام. وده الليفل اللي هو ده بتاع الدرجات اهو، الليفل بتاع الدرجات، ان انا اقدر اظبط من درجة الفريزر بتاعها على واحد او اتنين او تلاتة اهو. تمام. وبرضو دي 13 قدم كلاس A اهي، رف ازاز حراري، فلتر كربون، الدرجين اللي تحت منفصلين، والرف اللي فوق اللي الدرج اللي فوق اللي رفين بيبقى فيه باغ مش ازاز حراري. وعندك 3 رفوف وتلاجة واسعة جدا. وعلى فكرة ده أقل مقاس وأوسع تلاجة موجودة في السوق من مثيلاتها. يعني لو جينا شفنا التلاجة ال 370 لتر في أي ماركة تاني، وجينا شفنا في الكريازي، هنلاقي في الكريازي إن 370 لتر
حجمها اوسع من اي تلاجة تانية تكون 370 لتر. ليه؟ عشان الكريازي بياخد بيقيس بالمساحة الداخلية، لكن اي تلاجة تانية او اي ماركة تانية بتتقاس بالحجم الخارجي، بتقاس من الداخل. لا. تاني حاجة عاوز اوضحها لكم برضو، ان الكريازي فيه ميزة، ان في الظهر التلاجة من ورا هنا بتبقى سربنتينة خارجية. سربنتينا اهي، الشبكه دي بتبقى في الظهر من ورا، بتبقى خارجيه، ما بتبقاش جوه جسم التلاجة. ودي على فكره دي ميزه حلوه قوي قوي، ان التلاجة لما السربنتينه تبقى في الخارج من بره ما تخليش التلاجة تسخن، ما يخليش جسم التلاجة يسخن من جوه، غير اي تلاجة تانية او اي ماركة تانية. لو السربنتينه بقت الداخليه بتاعتها هتخلي الجهاز يسخن من الجنب. ودي في رايي انا يعني انها مش حاجه كويسه قوي ان السربنتينه تبقى داخليه. فالافضل انه يبقى السربنتينه خارجيه عشان ما تسخنش. قلنا خلاص انه في كده ترموستات هنا للفريزر، والشاشه بتظبط التبريد بتاع الفريزر والكنترول بتاع التلاجة. هنا بقى دي فيها 2 كنترول، واحد للفريزر وواحد للتلاجة. ادي مكتوب اهو، اهو فريزر اهو، وادي الريفريجريتور اللي هو التلاجة. تمام. وده رف ذات حرارة اهو، ده حلو قوي، يستحمل في الموديلين دول. وتقريبا في شبه 80% من ثلاجات كريازي فيها الرف القوي ده. وده على فكرة مش موجود برضو في أي ماركة تانية، السمك بتاع الرف نفسه ده. دي حاجة كويسة على فكرة في المنتجات اللي موجودة قدامنا ديت النهاردة. كده أتمنى أن أكون أفدتكم في اللحظات دي، بأنكم يكون استفدتوا في أنكم تختاروا الحجم اللي أنتوا عايزينه. شكرا.